ودي انك يعني أيوة. توجه كلمه بحكم انك قريب منك كابتن سالم مروان رحمه الله عليه، واللي انتقل الى جوار ربه الكريم الان. كيف وضع اسرته من بعده؟ الله يغفر له ويرحمه. وان والله ان عنده اسرته، والله يعني من ذا اني اشوفهم ما شاء الله الاهل يجونه، وخاصه بنته باره فيه بالمره. يعني اشوفه ما عمري قعدت الا يعني اقعد شوي، ضربت الجوال عليه قلت له في احد؟ قال لي بنتي برا. قمت انا وطلعت اطلع واروح. فانا اقول يعني انهم محتاجين. اي لا طبعا هذا اول شيء خدم الوطن، خدم نادي النصر يعني اكثر من 25 سنه، يعني ما قصر يعني ولا لعب في وقت في احتراف ولا شيء. هذا ما حصل شيء ترى من الكوره، ما حصل شيء، لكن هو مو بيطلب احد، طبيعته كذا. لكن الظروف الاهل يعني البنت هذه مسكينه، يعني من بيوقف معها؟ باذن الله من يعني لازم الحد يعني انا اتمنى من الناس، يعني انا خلقت لي شوي العبره يعني فانا اتمنى يعني من هالعالم انهم يساعدون. نطلب الرحمه والمغفره يا ابو بندر للكبير الراحل سالم مروان، يعني وباذن الله المسؤولين. انا شفت شيء، يعني انا شفت شيء قدامي والله، يعني مسكين الرجل تعب في حياته، يعني مره تعب، يعني تعب مره يعني. رحمه الله عليه. كنت يعني انا ما والله يعني ما يقدر الواحد يوصفه، يعني تعب مره في حياته يعني. فانا اتمنى من الناس انهم يوقفون مع هالبنت اللي ما شافت ابوها، يعني ابوها ما شافته، يعني على ان شافت ابوها الا وهو معاق. وقفوا معهم يعني. فاتمنى من الناس انهم يوقفون معهم، لا يخلونهم، يعني هذا اللي اتمناه يعني. وانا يعني لا باذن الله الحمد لله يعني اتمنى ان شاء الله والحمد لله. وانا ما قدرت امسك نفسي يعني على ما حسيت. والله يغفر له ويرحمه. باذن الله يا ابو بندر الناس تشاهد هذا الحوار، واعزيك مره اخرى، اعزي انفسنا، اعزي الوسط الرياضي. الله كنت معي من الرياض لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق الكابتن سعد السدحان. شكرا. الله يغفر له ويرحمه، امين يا رب العالمين.